بسم الله. كل سنة واحنا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وطبعا في الصورة دي منظر لبنتين مبسوطين جدا لأنهم راكبين المراجيح بتاع العيد. أنا مش هقول إن أنا بحقد عليهم، أنا ما بحبش الحقد ولا حاجة. بس وأنا كنت صغيرة كنا بنروح مشتول عند جدي و وكان بشوف انا المراجيح ديت وكل الحاجات التانية اللي كانوا بيعملوها، وانا واقفة على الجنب خالص ماليش اي دعوة باي حاجة اساسا. انا ما بحبش الزحمة وما بحبش الحاجات العالية. فكل الناس يقولوا لي اركبي اركبي، لا ده حلوة، وانا اقول لهم لا شكرا وافضل واقفة مكاني. الحاجة الوحيدة اللي عجبتني كان في حاجة كده عاملة زي علبة البيض وفيها عسل او مادة كده زي العسل، وقال لك اشتري ولو انت اشتريت هتلاقي قرش في النص، فانت تدفع مثلا تعريفة علشان تاخد الجايزة القرش لو لقيته، وانا لقيته. غير كده ما فيش ولا، ودي عادي جدا بيجولي لغاية الحيطة اللي انا واقفة جنبها. يعني كل سنة واحنا طيبين. الناس كلها بتسأل يا مصر بتعمليها ازاي؟ حقيقي يا مصر بتعمليها ازاي في وسط البهدلة اللي موجودة دلوقتي من كل ناحية؟ فوضى بطريقة غير معقولة، طبعا فساد. عموما بحق دي الأيام المباركة، ربنا يخلصنا منها على خير.